ركز معايا، سؤال حلو. هل انا لازم بعد كل اجراء اعمله زي حشو العصب، الخلع، ايا كان، هل انا لازم اخد مضاد حيوي؟ الاجابه لا، وغالبا ما بنحتاجش الكلام ده. المضاد الحيوي ما بناخدوش غير لما يبقى فيه عدوى بكتيرية واضحة واحنا محتاجين لها مضاد حيوي عشان نقدر نتغلب عليها. لكن غير كده انا غالبا ما بحتاجش المضاد الحيوي في معظم الحالات. وكتر استخدام المضاد الحيوي عامل مشاكل كبيرة جدا، وانتج سلالات من البكتيريا مضادة لجميع انواع المضادات الحيوية تقريبا. فبالتالي استخدام المضادات الحيوية بقى عليه مشاكل كتير في العالم كله، والافراط في استخدامها عامل مشكلة كبيرة جدا. ولذلك احنا ما بقيناش نوصف المضادات الحيوية غير في الحالات اللي احنا محتاجين ليها مضادات حيوية بشدة. غير كده انا مثلا عملت حشو عصب، الدكتور ما اديش مضاد حيوي، ده شيء طبيعي او ده الاحسن كمان. فكتر استخدام المضادات الحيوية ده شيء مش كويس، ما نستخدمهاش غير في مكانها فقط، وده شيء مهم. انا دكتور محمد نجيب زياده، اخصائي علاج الجذور والحشو التجميلي، وده مركز ماسك طب الاسنان. لو عندكم اي استفسارات تانية سيبوها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.